Hi fellas and welcome to my Gossips. Our heroes, the female lead and the villain. طيب دلوقتي هنتكلم عن فيلم غيظني شخصيا. انا مش عارفه هو underrated ولا لا، النهايه بتاعته غيظاني. هو كوري، تمام. هو The Werewolf Boy. الفيلم تحفه يا جماعه. الفيلم اكشن، كوميدي and دراما شويه، بس تحفه. الكاستنج تحفه، الستوري بتاعته تحفه برضو، بس النهايه كنت عايزة أخش أقول للمخرج ليه يعني قاعد مستنيها لمدة 50 سنة على ما أعتقد، في الآخر تسيبه وتمشي، ما لعبتش معاه حتى. يعني إيه يا جماعة؟ الفيلم عبارة عن، يعني اللي شافه أكيد هيفهم أنا بتكلم عن إيه. بس الفيلم عبارة عن إن بنت المفروض إنها عندها رب، وهي في مكان زي مكان ريفي ضاير جو، يبقى الجو صحي، الكلام ده. وكانت البنت ما بتروحش المدرسة، ما عندهاش صحاب، يعني مقريفة كده، مكتئبة شوية. فسافرت مع عيلتها. المهم البداية بتاعت الفيلم إن في ست كبيرة بيجيلها اتصال إن هي المفروض ترجع كوريا عشان في صاحبة البيت لسه كانت لها البيت اسمها إن هما المفروض يعني يهدوا البيت عشان يبنوا مركز تجاري اللي هو. هي هترجع لكوريا إن هي مسافرة بره مع حفيدتها، وهتبدأ بقى لما تروح البيت تفتكر أيام مراهقتها اللي هي عاشت فيها. فالبداية ممكن إيه، في يوم تحس إن في هي شافت حاجة مرعبة، والحاجة دي هجمت عليها. تاني يوم بتصحى بتلاقي شخص بره البيت مستخبي كده، بس طريقته وهيئته غريبة، كان بني آدم عادي بس هو ماشي على ايديه ورجليه وما بيتكلمش، بس بيطلع أصوات كده زي الذئاب والكلاب كده. فهي اتخضت منه طبعا، مش عايزة تتعامل معاه. فضلت فترة مش عايزة تتعامل معاه، لحد ما هو جه أنقذها من الراجل اللي اشترى لهم البيت ده، لأن هو مكانش معاهم القدرة المادية إن هم يشتروا البيت، فهو ساعدهم إن هم يشتروا. هو إيه بقى، بيستفزهم بقى ويستبدهم وحاسس إن هو ملكهم وكده، بالذات البنت دي. فهي ما كانتش طايقاه، بس هو كان بيضايقها. فالولد اللي هو الوير بوي ده ابتدى إن هو ينقذها منه. فمن هنا نظرتها ابتدت تتغير ليه، ابتدت تقرا عن كتب ازاي ان هي تدربه والحاجات دي. طب الكتب دي لقيتها فين يا ترى؟ اللي كان ساكن قبليهم كان بيعمل تجارب على ذئاب، بس الجيران مش عارفين هي كانت تجارب عن ايه. هم كانوا حاسين ان هو عالم بقى وراجل فظيع وريد. المهم ابتدت تتعلم وتدربه ان هو استنى ما تاكلش، عشان هو كان بياكل بهمجية جدا ومش هم اي حاجة. اول ما بيخش كده بينام من الاكل كله، فكانت بتقول استنى ما تاكلش، ابدأ كل بالراحة كده. ده ايه التدريب الكلابي. فابتدى ما بيسمعش كلام حد غيرها، و و he is actually follow her everywhere. يعني يعني وراها في كل حاجة، زي المالك بتاع الكلب أو كده. بس هو كان يعني ابتدى يتعلق بيها، وهي كمان ابتدت تتعلق بيه. وخلاص يعني هنشوف إن هي بتتغير بقى نفسيتها من أول الفيلم لحد نصه تقريبا بسببه. وهو ابتدى ياخد عليهم اخواتها الصغيرين بيلعب معاهم كتير، إلى أن بداية بقى المشاكل والكلكعة تبدأ لما الشخص اللي هو اللي اشترى لهم البيت ده يخبط المزرعة بتاعة الراجل جارهم ويموت معظم البيت. الولد هياخد المعزة وهيديها للراجل وهيمشي، بس هو ما كانش بيتكلم عشان يقوله مين عمل الحادثة، وهو سابه مش حاجة. الناس بتاعت القرية كانت بتحبه جدا. بقى المشاكل ان هو اللي اشترى لهم البيت ده ابتدى يستفزها، وان انتي هتتجوزيني انا وهي مش هتتجوزني. فاللي شاف كده الولد ابتدى ان هو يدافع عنها بشراسة بقى، وتحول للوير. فجأة هما شافوه حقيقي، والبنت كانت أول مرة تشوفه في هذه الهيئة في الوقت ده. فهي خافت عليه، أو خافت مني مكنتش قادرة أحدد، أو كانت مصدومة. فهو بقى فضل يقول إن هو بقى ذئب، وده وحش عايش ما بيننا ومحدش صدقه. آه، لحد ما الراجل اللي هو اشترى لهم البيت كسر الجدار بتاع البنت اللي هي بتعزف له عليه، فهو كان متضايق. إن هو أنا كان على طول بيسأل على الجيتار وهي مكانتش بترد عليه. المهم بعد كده هيروح يبلغ البوليس، هيبلغ
واحد كان يعرف العالم اللي هو كان بيشتغل على موضوع الزيت ده، وهيكلمه وهيكلم البوليس، وهم هيبتدوا يتابعوا حالته. اللي هو كان شغال مع العالم ده أو يعرفه، اللي كان شغال مع العالم أو يعرفه، كان حاسس إن هو ده اكتشاف، فالمفروض ما يقبضوش عليه. فحتى لما كشفوا عليه والولد شاف إن مؤشراته الحيوية رهيبة جدا عن إن هو يكون إنسان عادي، قال له كتم عن الموضوع وهنقول لهم إن هو مفيهوش أي حاجة. هما بيراقبوه فعلا، سلوكه كان عادي جدا لأن هما حبسوه جوه المزرعة اللي الراجل ده كان عاملها، حاطط فيها الكلاب. حبسوه في الوقت ده وكانوا بيراقبوا بقى تحركه، فلقوه عادي جدا. حتى هم قالوا له خلاص احنا ما ينفعش نفضل اكتر من كده هنا وهنمشي. فلما حس ان هم زهقوا، ابتدى بقى ان هو يخطط ان هو يخليه يتحول بقى قدامهم، ويخطط ان هو يعني يستفزه بطريقة رخمة جدا. ان هو موت الراجل بتاع المزرعة بتاعت المعيز دي. يعني الراجل بتاع المعيز قال له انا عارف ان انت اللي عملت كده، لان كان فيه آثار عجل بتاع عربية، فانت اللي عملت كده، وانت لو ما مشيتش من المكان انا هبلغ البوليس وانت اللي عملت كده مش هو. فراح موت الراجل وراح قطع النور عشان ما يقدروش يراقبوا الولد ده تاني. واتسلل بقى ودخل الولد وقعد يقول له انت عايز الجيتار، انا عارف ان انت بتدور عليه، انت هتلاقي الجيتار ده عند الراجل بتاع صاحب المزرعة بتاعت العيز، انا شفته عنده وهو مخبيه. وطبعا راح هو هرب، راح فعلا الولد عشان يدور على الجيتار بتاع البنت، فما لقاهوش. وقعد يدور جامد بقى بطريقة همجية شوية عشان هو مش إنسان طبيعي، فيبان إن هو بيتهجم عليه. فهو بعد ما طلع والناس كلها بقى متجمعة من البوليس للبنت لأهل البنت للواد اللي هو الشرير بقى بتاع القصة دي. أنا فعلا ما بحسش أسئلة ما عنديش، اللي هو شرير القصة زبيلة، وشافوه وهو مبهدل الدنيا والراجل مرمي على الأرض، طبعا هيشوفوا إن هو اتهجم عليهم، هيحسوا إن في حاجة غلط. فهي راحت قالت لهم استنوا كده، فهو كان ماسك الورقة اللي فيها الجيتار وبيقول لها إن هو كان بيدور عليه، فهي قالت له الجيتار مش موجود هنا، احنا لازم نمشي من هنا. هو بقى راح الراجل اللي هو الشرير ده، لا انت بتعملي ايه، ده اتهجم على البيت، وقعد يضربها، انت ليه بتدافعي عنه. وقعد يضربها كتير جدا لان هو عارف ان هو بالطريقة دي بيستفز الولد وان هو هيحميها ويتحمل. وفعلا حصل كده قدام البوليس وكده، يعني نفذ اللي هو عايزه. و... وخلاص بقى هي قعدت تقول له استنى، ما استناش لحد ما ضربها جامد، راح موت بقى الشرير بتاع هازت. فطبعا البوليس ابتدى ان هو يضرب النار عليه، وهو وهو راح واخد البنت وراح بيها الغابة. لما راح الغابة هناك كانوا هما بقى ابتدوا يدوروا عليها وخايفين عليها جدا حتى أهلها. فقالت له أنا ما ينفعش أكون هنا، هما بيدوروا عليا، حاول إن أنت تمشي. وأنا نسيت أقول لكم إن هي كانت بتحاول تعلمه الكتابة والقراية. هو كان عايز يرجع معاها، وهي قالت له لا مش هينفع ترجع معايا هيموتوا. كانت خايفة عليه جدا، بس كانت طريقتها غبية قوي برضه يعني كانت خايفة عليه بس بأفور، إن هي ضربته جامد وعورته وكده، وهو كان مصر إن هو يجي معاها. أنا بكرهك عشان يسيبها ويمشي. قسيت عليه يعني وهي ماشية. ففعلا هو ما جاش وراها. ورجعت لأهلها وقالت لهم هو اختفى، أو معرفش هو راح فين، هو سابني في الغابة وكده، ما معرفش راح. بنرجع بقى لما هي كانت واقفة قدام البيت. دخلت مع حبيبتها خلاص البيت وكده، وحست إن في حاجة غريبة، راحت صحيت. بعدين بتحط ايديها كده على الكنبة، لقيت حلويات، لأن هو كان متعود دايما إن هو يخبي الأكل في الكنبة. فهي بتحط ايديها في الكنبة لقيت بونبوناية، حست إن هو موجود. المهم فضلت تروح عند الباب اللي هو بتاع المزرعة، لقيت فيه ورد كتير مزروع اللي هو المكان اللي هو كان محبوس فيه في الأول، البوليس كان حابس فيه. هي طبعا قلقانة إن هي تلاقيه، متعرفش تواجهه، وقلقانة إن هي متلاقيهوش، فهي كانت مترددة. المهم راحت فتحت الباب، كان كل تخيل بعد ما الراجل بقى وراها ان هو صلح لها الجيتار، بيعرف يتكلم، ولقاء لذيذ ده ان هم هيتكلموا مع بعض لحد الصبح وهيلعبوا ومش هتمشي من المكان،
وبنيت تخيل لا نهائي في هذه اللحظة. بقول انا شفت حياتي وكبرت في السن واتجوزت حد تاني وحبيت حد تاني وجبت ولاد وبتاع، فحسيت في ذل في الموضوع، بس ما علينا يعني. المهم هو ليه استناها بعد 50 سنة؟ لأن هي قبل ما تمشي كتبت له ورقة إن هو يستناها وهي هترجع له. تمام. كلمة هيستناها دي، هو استنى، أنا عملت لي تروما بسبب الفيلم ده، لأن هي كانت على طول بتدربه على إن هو يستنى وبالراحة وبتاع. فكلمة استنى دي معناها استنى بقى، هي أمر بالنسبة لي. ايه اللي حصل بقى بعد ما الراجل شافته بقى عامل لها الجيتار ومتكلم وكده؟ حكى لها حدوته، نامت، صحيت، سابته ومشيت، قالت لهم انا مش هعمل حاجه في البيت، وسلام عليكم. طب الراجل اللي مستني بقى له 50 سنه وهيستنى 50 سنه ده كمان بقى، وانتي عايشه حياتك بره بقى، ما انتي هتسافري اكيد. ليه كده يا استاذ يا مخرج كده؟ انا مش هقول حاجه للممثل اكيد، بس هو اكيد الناس اللي تابعته على اليوتيوب شافوا حاجات اكتر من كده. انما لو هي نفس النهايه انا هتضايق قوي بصراحه. انا كان بالنسبه لي اهون ان هي سابته في الغابه وهي اتكلت على الله، شافت حياتها وهو شاف حياته، احسن من الهم اللي انت شايلته لي للواد اللي بقى له سنين عايش على ذكرها، وهي جت نسفت الذكرى بالواد بكل حاجه. انا لحد دلوقتي انا اللي حاسه ان انا اتخذلت، مش هو. ما هذا، ما هذه النهايه المعفنه بجد. حسيت ان في وحدة حصلت في اخر الفيلم، ولا هو ده المقصد من الفيلم ولا ايه؟ ده انا اللي اتثبت كده مش هو. ما هذا بجد. يعني اول فيلم يحسسني، على طول الافلام بتحسسني ان هي واقعية، فتمام انا تمام ساتسفايد. دي كنت حاسة ان لا، كان المفروض يبقى في جزء تاني بقى. يعني جزء تاني هي رجعت وكانت بتهزر معانا وهتقعد معانا. طيب انا لو هعمل ريت للفيلم ده هديله 1000 من 10 للفيلم كله. النهاية بس هديها 6 من 10، خلاص، عشان بس نبقى واضحين. وانتوا برضو قولوا لي هتريتوا الفيلم من كام والنهاية من كام، لان اكيد النهاية ليها ريت. الفيلم معلوش كلام، الريت للنهاية بس. قولوا لي لو النهاية برضو عجبتكم، كانت satisfied بالنسبة لكم، ولا كنتوا عايزين شوية بهارات. شوية بهارات كده بس. Waiting for another gossip with you guys. Bye.